يا بيراميدز عرفت حجمك؟ يا بيراميدز عرفت لما بتكون منافس للاهلي بيبقى وضعك ايه بالظبط؟ عرفت ان انت قدام الاهلي ولا حاجة؟ عرفت ان حجمك كده قدام الاهلي؟ عرفت ان الاهلي لما بيكون في مباراة تنافسية محدش بيقدر عليه؟ عرفت ان بطولات الاهلي وتاريخ الاهلي تساوي كتير جدا؟ عرفت ان النادي الاهلي هو البطل الحقيقي لمصر وافريقيا؟ عرفت انك مستحيل تاخد مكان الاهلي ولا بمليارات الدولارات ولا بمليارات الجنيهات؟ عرفت حجمك الطبيعي في الدوري المصري ايه؟ وعرفت حجمك الطبيعي في افريقيا ايه؟ استغليت فرصة ان النادي الاهلي كمل في افريقيا وانت طلعت حصلت المجموعة ولا بتاع وفزت لك ماتشين 3 على فاركو وعلى بلدية المحلة. اقنعت نفسك واقنعت الناس ان انت بطل للدوري، ان انت منافس حقيقي على الدوري، ان انت متصدر الدوري في غياب النادي الاهلي. لكن لما النادي الاهلي رجع لازم ترجع لمكانك الطبيعي. انا عاوز اقول لك يا بيراميدز كلمتين في ودنك، ماشي نمشوها في ودنك. النادي الاهلي يا بيراميدز تاريخ، النادي الاهلي يا بيراميدز بطولات، النادي الاهلي يا بيراميدز 70 مليون في مصر بيأيدوه وبيدعموه وواقفين وراه. النادي الاهلي يا بيراميدز انت عشان تعمل تاريخ زيه قدامك 1000 سنة على الاقل. بصراحة انت عملت اللي عليك، مليارات وليك 7 سنين او 6 سنين بتصرف جماهير واشتريت جماهير وكلنا شفناها في المدرجات. لكن انك تنافس الاهلي وانك تاخد بطولة من الاهلي ده موضوع صعب جدا عليك. انت لسه حجمك كده يا حبيبي، انت ما تقدرش على النادي الاهلي، لا انت ولا غيرك. انت قدام النادي الاهلي تمثل دور الكومبارس بس، ما ينفعش تمثل اي دور بطولة قدام النادي الاهلي. اتعلمت الدرس، يا رب تكون اتعلمت، يا رب تكون عرفت حجمك الحقيقي قدام النادي الاهلي. احنا الاهلي يا ابني، احنا الاهرامات الحقيقية، احنا زي خوف وخفرع ومنقرع، انما انت اهرامات وهمية، انت اسم بس، انت اهرامات على الورق، انما في الحقيقه انت كومبارس في اي منافسه مع النادي الاهلي. انت وغيرك لازم تتعلم، بص لغيرك وبص لنفسك. حد قدر على الاهلي؟ حد قدر يقف قدام الاهلي بمجهوده وبعرقه وبكفاحه؟ النادي الاهلي كده، النادي الاهلي في القمه. النادي الاهلي متسيد افريقيا ومتسيد مصر ومتسيد البطولات في مصر وافريقيا. الموضوع ده عاوز رجاله، الموضوع ده عاوز كفاح، الموضوع ده عاوز ابطال، مش عاوز هلفطه وكلام 24 ساعه هاني سعيد وجده ورئيس النادي ومش عارف ايه. انما لما بنيجوا للحقيقه بقى، طيب الملعب اهو كان بينا، عملت ايه في الملعب؟ عيطت في الملعب؟ اتغلبت في الملعب؟ خلاص البطوله على وشك تروح منك. هنلعبكوا تاني يوم 22 عشان هندوكوا درس تاني في كرة القدم ونعرفوكوا تاني مين الاهلي. الاهلي اللي ان شاء الله في ماتش يوم 22 هيحسم الدوري بنسبة 95%. الى اللقاء يوم 22 يا بيراميدز. ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس.